بنتك فسخت خطوبتها وسابت خطيبها، ممنوع منع تام ان خطيبها ياخد هدومها اللي كان جايبها لها في الخطوبه هديه. ليه؟ ماسكين راجل كبير في السن في التراب متلبس في عز الليل بيدفن عمل، ولما مسكوه وضربوه وقرروه طلعوا ان هو بيعمل عمل لخطيبه ابنه اللي سابت ابنه علشان يخرب حياتها ويوقف حالها ويخليها ما تتجوزش. بدون دخول في التفاصيل بقى ان ابنه كان بيتعاطى مخدرات وما كانش بيشتغل اصلا. تخيلوا بيعمل ايه، والعمل ده طلع بيعمله على الهدوم اللي كان ابنه جايبها لها، ولما فسخوا الخطوبه البنت رجعت له الهدوم. فارجوك انت بقى دورك كأم ادفعي ثمن الهدايا، لكن ما ترجعيش حاجه خالص من هدوم بنتك اللي عرقها فيها. ادفعي ثمن الحاجه، ولو حكمت يا جماعه بلاش هدوم بنتك اصلا تطلع بره بيتك لاي سبب من الاسباب. البنات اللي بتبدل لبس مع اصحابها حتى لو صاحبتك المقربه، انتوا مش مدركين يا جماعه القريبين دول بيعملوا ببعض ايه. دي ما فيهاش اي احراج، كل البلاوي ما بتجيش غير من الصحاب. ما تديش هدومك لحد ترجعي تقولي نفسيتي وحشه وعندي اكتئاب وكره حياتي وبيتي وجوزي وولادي وبتصرخي ومش قادره تتحركي. في زماننا اللي هو اخر زمن ده ممنوع ان احنا نآمن لحد، لا عاد في امان ولا في ضمير ولا خوف.